انا نزل لي وليمه فطار كامله تكفي اكتر من 4 افراد. المكان ده من 2002 تقريبا، وبيعمل بقى الفلافل العاديه بتاعتنا دي بقى وفلافل كيري، وعشان هو في القاهره فلازم بقى نلاقي عنده البطاطس العاديه دي والبطاطس الجمبري، فطلبت من عنده كل حاجه ينفع تتاكل في الفطار تقريبا، وتعالوا نجربوه. مبدئيا كده الفلافله دي حجمها كبير قوي، وكل طعم من دول مختلف عن التاني. يعني جربت اول واحده البسطرمه عجبتني، واكتر حاجه عجبتني ان الفلافل مش شاربه زيت ونضيفه من جوه. وجربت برده تاني طعميه وهي اللي محشيه جبنه رومي، عجبتني، بس بالنسبه لي الطعميه اللي بالبسطرمه احسن منها. بقول لكم بقى على طبق طعمه جامد قوي لازم تنزلوه، وهو طبق البطاطس اللي بيبقى عليه كاتشب ده. جربت برده الطعميه الكيري من عندهم وكانت طالعه مولعه، كلها اجمد من بعض. فلافل او الطعميه زي ما في حاجه بقى انا هموت واعرف هي ايه دي من اول ما قعدت هناك، وهي الطواجن المقفوله دي، وطلعت كلها فول. ده فول بالزيت والسمنه، وده فول بالصدق، وده فول بالسمنه البلدي، وده فول اسكندراني. جربت اول واحد وهو اللي بالسمنه البلدي، والسمنه البلدي هنا مغيره طعم الفول ده خالص. انا ماليش تقول على الفول اللي بيبقى بالسمنه البلدي ودسم وكده، لكن انت لو ليك فيه فده هيبقى مناسب قوي ليه، لان هم فعلا مستخدمين سمنه بلدي وطعم السمنه فيه واضح. واللي بيبقى بالزيت والسمنه ده فده طعم الفول العادي بتاعنا. واللي بالصدق ده عجبني قوي كتتبيله، وكتتبيله الصدق اصلا ما كانش بالنسبه لي احسن حاجه الفول الاسكندراني ده، لان البصل فيه كان كتير، وانا اصلا ما بحبش البصل. عجبني قوي موضوع وليمه الفطار ده اللي بيبقى شامل فيه كل حاجه، يعني ممكن انت واتنين صحابك كده تطلبوا لكم وليمه فطار كده، وبص يا غالي هتشبعوا. ومن الحاجات بقى اللي انا زودتها مع الصينيه دي وهو البيض الاومليت بسطرمه وصدق وجبنه، عجبني قوي، واللي طعمه مميز في بقي لحد دلوقتي. والطاجن برده بيض بالبسطرمه لازم تجربوه. والغريب بقى في المكان ده واللي هم قالوه لي بعد ما خلصت اكل، ان احنا عندنا مكان تاني جنب المحل بتاعنا نعمل فيه بقى كريبات كده وشويه سندوتشات، ولازم تجربه. وانا الصراحه طماع وبحب الاكل، ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتعالوا اقول لكم رايي فيه. الكريب ده كان كريب ستريبس، عجبني قوي من اول طعم الستريبس لحد التحميصه بتاعت الكريب. اللي عجبني بقى في المكان ده ان انت ممكن تفطر فيه وتتغدى فيه وتتعشى فيه، وكمان هتحلي. يعني انا اصلا من الناس اللي بحب ادخل مكان واحد اكل فيه واحلي فيه. والمكان ده بقى اسمه مطعم نور، موجود في حلوان ورا مدرسه صفيه زغلول. الاستاف هناك محترم جدا، وكلهم متعلمين وبيدرسوا في كليات، وعندهم كمان دليفري وتوصيل لاي مكان، وهتلاقوني سايب لكم برده كل التفاصيل بتاعته.